تم يوم امس حجز كميه من ماده الياغورت وهي بضاعه مجهوله المصدر، ما نعرفوش مصدرها، لا معناها في مسلك التوزيع، قاعده توزع عبر مسالك التجاره الموازيه، وهذه تشكل معناها مخالفه اقتصاديه من الناحيه التجاريه، لكن من ناحيه حمايه المستهلك هي تشكل زاد خطر كبير ياسر، لانه منتوج هذا مستورد، وفي الحقيقه مستورد من القطر الجزائري الشقيق، لكن مستورد بطرق غير قانونيه، يعني طرق عشوائيه بطرق موازيه كما نعرف التجاره الموازيه الناس كلها تعرفها. المنتوج هذا كيبدا منتوج معبأ، يعني وقعت تعبئته معناها بعيده عن اعين المستهلك، مش كيما معناها المستهلك يمشي قدام المصبغ تاع خضره ياخذ اللحم قدام يشوف فيه، هذا وقعت التعبئه نتاعو في منشات التعبئه. شكون يحمي المستهلك من ماده معبأه؟ تحميه كالاداره، كيفاش تحمي الاداره؟ يبدا منتوج كيما المنتوج هذا مستورد لابد ان يقع اخضاعه للمراقبه الفنيه عند التوريد، يعني وقت نوردوه يلزم نعملوا له مراقبه، المراقبه دي تشمل الصفات الجوهريه للمنتوج، الكميه اللي حجزناها البارح 48 علبه ذات 1 لتر كلها، هذا اللي لقيناه في انتظار معناها سيدي بوزيد المدينه، المنتوج هذا معناها اكيد موجود منه في اماكن اخرى نوع